السلام عليكم. هنعمل النهاردة أصابع البقلاوة، وهي نوع من أنواع الحلويات الشرقية اللي مستحيل نستغنى عنها في المناسبات والأيام العادية، وكمان داخلين على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا طعمها مميز وقوامها المقرمش اللي بيعشقه الكبير والصغير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض البقلاوة من الجلاش خطوة بخطوة وبأسهل طريقة ممكنة علشان يطلع معاكِ زي المحلات وأحلى كمان. هاقول لِك على كل التفاصيل المهمة، من اختيار المكونات الصحيحة لسر الشربات التقيل اللي يدّي البقلاوة طعم مميز وقرمشة ويبقى خفيف وشهي. الفيديو ده معمول علشانِك مخصوص. يالّا بينا نبدأ ونشوف طعم السر الأصيل اللي هيبهر عيلتِك. لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة اللي أنا بانزلها، ولو عايزين تسألوا على أي سؤال اكتبوه في الكومنتات وأنا هارد عليكم، ولو حبيتوا إن أنا أعمل وصفة معينة اكتبوا لي برضه في الكومنتات وأنا هاعمل لكم كل الوصفات اللي تطلبوها. يلا بينا نبتدي. أول خطوة هنعملها هنطلع ورق الجلاش لو مجمد يفك كويس علشان ما ينشفش معانا. هفتحه واغطيه بفوطة مندية على جنب علشان يفضل طري وما يتكسرش ويبقى ناشف معانا. هنبتدي اول حاجة نعملها هي شربات البقلاوة بيكون تقيل، قوامه زي العسل. المقادير بتاعته كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية. بدوبهم على البارد الأول، أخلّي السكر يدوب شوية وبعدين بارفعه على النار. حركة إن أنا أقلّبه على البارد قبل ما أرفعه على النار بتسرّع معايا عملية التسوية على النار وبتخلّيه يعني إيه يستوى بسرعة ويتقل معايا أسرع، وبكده أوفّر شوية في الوقت لإن لازم الشربات بتاع البقلاوة يكون بارد جدًا. ما ينفعش يبقى دافي، ما ينفعش يبقى سخن، هتبقى طرية مننا. البقلاوة معروفة إن هي لازم تبقى مقرمشة، اللي بيخلّيها تكون مقرمشة هو الشربات. هارفعه على النار. أنا حطيت نُص ليمونة بقشرها يغلي ويتقل معايا، باطفّيه وباصُبّه في حاجة تانية علشان ما يعملش معايا سُكّر وأسيبه يبرد كويس خالص. أنتم تحسّوا إن هو قوامه خفيف لكن هو لأ، هيتقل معايا كويس. لو تقّلنا قوامه أكتر من كده ممكن يتحوّل معايا لسُكّر، إنّما كده مضبوط. هنجيب ورق الجلاش، إحنا هنستعمل ورقة واحدة مش هنعمل ورقتين، لأ هنستخدم ورقة واحدة. بافرده كويس وباخد منه ورقة وباغطي الباقي على جنب. باجيب الورقة وبافردها وبعدين بادهنها سمنة، بادهنها كلها سمنة علشان يبقى مورق معايا. الحشوة أي نوع مكسرات تفضليه. أنا هنا مستخدمة عين جمل وشوية من البندق، فرمتهم كويس في الكبة وضفت عليهم معلقتين من سكر البودرة. هنجيب هنا الستيكس بتاع الشيش طاووق وبلفها بستريتش راب علشان تتزحلق معايا وتكون سهلة معايا في اللف. ممكن كمان تستخدمي فول سوداني، أي حاجة تفضليها، بس أهم حاجة يكون مطحونين طحن ناعم علشان يتلف معانا البقلاوة بسهولة وما تتقطعش مننا وتتكسر. أنا هنا دهنت الورقة بالسمنة كويس جدا، لازم تدهن كويس علشان يطلع معايا مورق ولونه ذهبي. هطبقها على بعضها نصين كده وبعدين أدهنها دهنة خفيفة علشان تبقى دهنة بين الطبقتين، الجلاش يبقى طري وما يتكسرش مننا ويبقى سهل معايا في اللف. لازم ندهن كويس علشان هو ده سر نجاح البقلاوة واللون الذهبي الجميل اللي احنا بنحبه. هجيب الستيكس هلف لفتين وبعدين هحط شوية من الحشو. حاولوا ما تزودوش كمية الحشو زيادة عن اللزوم علشان ما يتقطعش مننا ويتهرى، يعني كمية مناسبة علشان تبقى سهلة في اللف ويتلف معانا بسهولة. أنا هنا حطيت كمية كويسة، ممكن معلقة صغيرة أو معلقة ونص بالكتير، ما تكتروش عن كده. وبعدين هلف رول الورقة كلها لغاية الآخر.
وحاولوا تضغطوا عليها بالراحة وانتوا بتلفوها علشان الحشوة تمسك جواها. اللفة سهلة خالص ومش بتاخد وقت، والبقلاوة طريقتها سهلة وبسيطة، ممكن تعملي 3 4 صواني ما ياخدوش منك اي وقت نهائي. هلفها للآخر كده، كل رول ورقة جلاش واحدة، يعني كل رول احنا لفيناه بيتعمل من ورقة جلاش واحدة. همسك الرول واضغط عليه من النص من الجنبين علشان تكرمش معايا، اضغط جامد علشان تكرمش معايا، وبعدين بسحب الستيكس بسهولة. انا هنا هوريكم طريقتين، ممكن نقطعها ونرصها، وممكن نحطها بالطول. أنا وريتكم الطريقة اللي هي بتاعة التقطيع، ممكن تكون الصينية بتاعتكم صغيرة جدًا فما ينفعش تحطوا الرول كامل فتقطعوها، ما فيش مشكلة، هنقطعها هنا المقاس اللي انتم عايزينه، وممكن تحطوا الرول كامل. هالف معاكم واحدة تانية علشان تعرفوا هي بتتلف ازاي. جبنا الورقة ودهناها وطبقناها بالنص، وهحط الستيكس، هلف لفتين نفس المرة اللي فاتت، هلف لفتين وبعدين هرش شوية من المكسرات اللي انا مستخدماها، وبعدين هلف لاخر الرول لاخر الورقة. طريقة سهلة وبسيطة خالص ومش بتاخد مجهود، والنتيجة بتاعتها تحفة. تابعيني وخليكي معايا للآخر، وأنا هخليكي بفضل الله ما عدتيش تشتري أي حلويات من برا تاني خالص، هتعملي كل الحلويات في البيت. باضغط عليها وأنا بالِف لآخر الرول. أهم حاجة ندهن سمنة كويس، الجلاش يعني سمنة، الحاجات اللي محتاجة توريق بتحتاج كمية من الدهون شوية. شايفين هاضغط عليها من النُص عملت معانا الكشكشة، ما تقلقوش هي مدهونة كويس مش بتتقطع مننا. عملت فيها الكشكشة من كل مكان، هاسحب الستيكس بالراحة، خلاص هي كده جاهزة معايا. هاجيب الصينية هاكون دهناها سمنة وأحط فيها أول رول عملناه، هاخلّص الكمية كده. أنا خلّصت الكمية، عملت صينية كمان بس ما صورتهاش لأن ورقة الجلاش كبيرة. هادهن وش البقلاوة بالسمنة اللي اتبقت، هادهنها كويس، وحاولوا ما تلزقوش الرولات جنب بعضها لأن الجلاش لما بيستوي ممكن يلزق في بعضه، فحاولوا يبقى فيه فراغ شوية علشان تتحمر من جميع الاتجاهات، وأما تيجوا تطلعوها من الصينية تبقى سهلة. أنا هنا دهنتها كويس من كل مكان وفي الجناب. خلصت بقية السمنة، هدخلها الفرن على درجة حرارة 150 في الرف الأوسط. خدوا بالكم الجلاش أو البقلاوة مش بياخدوا وقت في الفرن وبيحمروا على طول. أول ما تلاقيها احمرت من تحت بنطفي وبنشغل الشواية تتحمر وتاخد لون. شايفين ما شاء الله شكله جميل وأحمر ازاي، زي بتاع بره وأحسن. هنزل عليه بقى بالشربات الساقع، وبعدين هسيبه يهدى شوية وهزينه بأي نوع من المكسرات اللي أنا بحبها. أنا هنا رشيت على وشه شوية من الفستق، تقدري تستخدمي أي حاجة من المكسرات اللي تفضليها. احنا كده خلاص خلصنا، سيبوها بس تبرد شوية وتشرب الشربات بتاعها كويس قبل التقديم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص على الأبواب. هستنى رأيكم في الكومنتات، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير، مع السلامة.